السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم. ربنا يا رب تقبل منا يا رب كلنا كده جميعا الصيام بإذن الله إن شاء الله يعني. حابب أتكلم في حاجة شفتها في شهر رمضان مضايقاني أوي يعني. شهر بعد جوع اللي بينزل بالعربية بتاعته المناطق الشعبية ويضحك على الناس، يعني لأن الناس غلابة، فلما يشوف واحد ده بالمبلغ ده ويطلع بالفلوس يتباهى بيها ويتباهى بعربيته، والناس ظروفها صعبة جدا، وعلى الميديا يظهر الفلوس قدام الناس، فالناس ظروفها تعبانة، يعني ناس ضعيفة برضه، احنا بشر يعني بنضعف يعني هو الوحيد على الميديا بيجيب فلوس من الريتش غير عادية، يعني هو عشان انت بتشير له الفيديوهات بتاعته تتفرج عليه يعني. مفيش حد بيعمل اعمال خيرية كده غير اللي شاب بعد جوع، اللي عايز يظهر للناس ان هو معاه فلوس وبيساعد الناس. لا، مفيش حد يعمل كده خالص، ولا دين قال كده، ان الموضوع ده استفزني قوي يعني. ما اقدرش استحمل يعني، حتى لو يحصل لي ايه، واحد منهم وتساكن في حاره في شبرا يعني. عايز اقول لك كلمه اخيره يعني. عايز تعمل خير اتعلم من ابو تريكه. عايز تعمل وتودي خير وتودي مستشفيات وتودي الناس الغلابه فعلا، اتعلم من ابو تريكه.